لو الاب او الام يعني مثلا قالوا حاجه مش مظبوطه او بتاع، الواحد ما يقيمش الحجه عليهم لا، اثبات الحجه على الوالدين عقوق. مش لا يجوز ان انا اختلف معاهم في الراي. الجزمه اللي ابوك بيلبسها انت لا يجوز انك تختلف معاه في الراي. جميل. ما بالك ابوك نفسه، انت معاك مفتاح الجنه بالظبط بس. فانت ما دخلتش الجنه ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى نهى ولا تقل لهما اف، يعني اقل حاجه. انت مهما عملت مش هتوفي حق الاب والام عليك. الاب اوسط ابواب الجنه. يجي يقول لك لا لا ده انا بزور بابا يومين في الاسبوع. لا حبيبي، انت المفروض تاخد بابا عندك البيت. فانت ما توصلش لمرحله ان انت تقول يا ريتني كنت عملت مع ابويا وامي. كان عثمان بن عفان كان بيقول لك انا يعني كان من ساعه ما دخل الاسلام كان يستحي انه يتامل في وجه امه اللي هو ما بيرفعش عينه فيه. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فكر ان اللي هتعمله هيتعمل معاك. ايوه. واحد اتعصب على ابوه وراح ضربه بالقلم. ابوه طلب منه يديله القلم التاني. ليه؟ قال له لان انا ضربت ابويا قلمين. ما اكثر دلوقتي اللي يبدا يعلي صوته ويزعق لوالده، يزعق لوالدته، والناس بتوصل للضرب. لا اله الا الله. مواضيع يعني بنسمعها خطيره. ففي نقطه برضه مهمه عايز اقولها. لو حد مثلا لم يدرك اباه وامه او توفاهم الله، تمام، برضه هل خلاص كده الموضوع اتقفل قدامي؟ لا، لسه في فرصه. ايه هي الفرصه بقى؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دي الحلقة الثالثة من برنامج واقترب. الحلقة دي هنتكلم عن موضوع مهم جدا يعني لا يخفى عن الأذهان، وألا وهو بر الوالدين ونقيض عقوق الوالدين والعياذ بالله. والعياذ بالله. هنقول ايه ان شاء الله يا استاذ محمود؟ احنا الاول هنتكلم على معنى البر عشان برضو الناس بتختلط عليها حته ايه. وفاكر مثلا لو بابا قال لي اعمل كذا وانا عملت ده بر. تمام. هو ده مش بر، امال دي طاعه. حلو. في فرق بين البر والطاعه. الطاعه مثلا ان انا خلاص كنا فبابا قال لي اعمل لي شاي فانا عملت شاي، دي طاعه. سمعت كلامه. تمام. البر ان انت تشوف ايه اللي بيرضيه وتعمله من غير ما هو يطلبه، وايه اللي ما بيرضيهوش وما تعملوش من غير ما هو يقول لك ما تعملوش وابعد عنه. فالبر ان انا بعد كل اكل انا اقوم اعمل له احط له علق له الشاي على النار من غير ما هو يقول. من غير ما يقول. يبقى انا كده وصلت درجه البر. خلاص. فالبر ان انت تعرف ايه اللي قدامك عايزه وتعمله من غير ما هو لسه هيجي يطلبه منك. جميل. قبل ما هو يطلب. عشان الناس فاهمه. الواحد مننا مثلا لما بيدي بابا كوبايه ميه البخاري ماشي بالشارع ماشي بالشارع عدي. خلاص انا كده عديت. لا هو ده لسه انت لسه ما وصلتش اصلا لمرحله البر. جميل. والبر ربنا حط له طبعا شروط. فان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. يبقى انت ما تطيعش الاب او الام في ايه؟ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الله ينور عليك. ده يبقى دي الحته الوحيده اللي ما ينفعش نطيع فيها الوالدين بالظبط. دي بس. وبعض اهل العلم قال لك وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني مش هم عشان كفار مثلا او يعني او امروني تعاملهم وحش او تهجرهم ده اديله. لا ما وكمان برضو في نقطه ثانيه اتجه اليها اهل العلم. قال لك ان لو كانت المنفعه مش عايده عليهم، عايده على حد تاني، لا تجوز. انت مش ملزم بالطاعه ولكن لو قطعت فده خيرا لك. يعني مثلا انا جه ابويا قال لي صحي الصبح كده قال لي مثلا ادي هات مثلا هو محتاج 4000 جنيه اقدر اقول له لا؟ لكن لو قال لي مثلا ال 4000 جنيه دول روح اديهم لعمك محسن كده اللي هم دين عليه ولا مثلا طب انت المنفعه مش عايزه عليك انت. جميل. خلاص انا هنا ممكن ارفض بس دوت ايه؟ بس بقى باللطف والاحسان لان انت اخذت مني شيء مش ليك انت. تمام. ولكن الافضل طبعا ان انا حتى لو اقبل. بالظبط. لو الاب او الام يعني مثلا قالوا حاجه مش مظبوطه او بتاع، الواحد ما يقيمش الحجه عليهم. لا، اثبات الحجه على الوالدين عقوق. يعني انا اخش معاه نقاش واثبت انه غلط. انا كده جامد بقى ان انا غلبت ابويا وامي في النقاش فانا كده انا جامد. ده عقوق. بالظبط. اثبات الحجه على الوالدين عقوق. احد السلف يعني سئل هل يجوز الخلاف مع الوالدين؟ قال ولا معنى عليهما. مش لا يجوز ان انا اختلف معاهم في الراي. الجزمه اللي ابوك بيلبسها انت لا يجوز انك تختلف معاه في الراي. جميل. ما بالك ابوك نفسه. يبقى الحسن البصري كان ما بيمدش ايده في صح
والدته بتاكل فيه علشان ايده ما تسبقش خايف حاجه انه ياخد حاجه عينيها تشتهيها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لك صلى ايه؟ الله عليه وسلم. رغم انف رغم انف أنف. ايه؟ من ادرك ابويه او احدهما او كلاهما ولم يدخل الجنه. نعم. ان انت كنت عايش في وقت وعشت مع والدك ووالدتك وما دخلتش الجنه، ده انت يعني كده انت معاك مفتاح الجنه بالظبط. بس فانت ما دخلتش الجنه ازاي؟ انت مهما عملت مش هتوفي حق الاب والام عليك. جميل. مهما عملت. جميل. خلاص. احنا طبعا في حاجات كتيره الناس عارفاها اللي هو ووضع حملته وهنا على وهن، الام دايما شالتك في تعب وتعبت فيك، والحديث اللي هو امك ثم امك ثم ففي واحد حب يرد مثلا لامه ايه؟ الفضل بتاعها. فراح، هي كانت عايزه تحج او حاجه فشالها على كتفه عشان يعمل بقى المناسك كلها. فبدا ينشد وهو شايل امه ويقول انا بعيرها المذلل ان ازعرت ركابها لم ازعري. يعني هو بيعتبر نفسه عندك الله البهيمه اللي امه بتركبها. خلاص لو البهايم بتنفر وبتتعب انا مش هتعب منه. فراح لابن عمر يعني قال له انا كده وفيت حقها. قال ولا ذفره، يعني ولا طلقه من طلقات الولاد، بكل اللي انت عملته ده وشلتها على كتفك وطفت بيها وانت بهيمه لامك. يعني ولا يساب بس على الفعل لكن مش هيوفي الحق. ما وفاش حق امه عليه. اللي برضو كنا عايزين نفصل ما بين بر الوالدين في الحياه وبرهما بعد الممات. يعني برهم في الحياه انا ممكن اطيع ابويا وامي، اسمع كلامهم، يعني مثلا زي ما هو مش ممكن كمان انت بتقول انا ممكن، لا هو احنا ده لازم طبعا. ربنا قال لك ايه؟ وقضى ربك يعني الا تعبدوا الا اياه عشان برضو نوضح فضل البر. وبالوالدين احسانا. ربنا ربط طاعته بطاعه الوالدين. يعني ده وشكره يدل ان انت لو نمت في يوم والدك غضبان عليك ده من غضب الله عز وجل. طبعا لو نمت في يوم امك غضبان عليك ده من غضب الله. اجرى على يديك فعل سيء. تخيل في اللحظه دي ان ابوك مش زعلان ان ربنا اللي غضبان عليك، انت تروح تصالحه عشان خاطر الله. طبعا. والحديث اللي هو بتاع اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال امك ثم امك ثم امك ثم ابيك. تمام. ده اتقال يعني ان هو حمل الطفل ورضاعه ووضعه بس ده لا يقل من الاب طبعا. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الاب اوسط ابواب الجنه فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه. يعني ايه؟ هو الباب الاوسط، عايز تضيع الباب ده من ايدك ضيعه، عايز تحفظه يعني ده الباب اللي تدخل منه الجنه اوسط مفتاح للجنه. بالظبط. الاب برضه ليه مكانه كبيره جدا عشان احنا شقانين برضه مش قليلين قوي. وعايزين نذكر بقى حاجات لان برضه ايه في ناس احيانا ما بيقول لك ما احنا عارفين الكلام ده. لا احنا عايزين نذكر حاجات من الواقع حصلت. بالظبط. تمام. عندك مثلا قصه ويس بن عمرو القرني ده كان المفروض يبقى صحابي ولكن اصبح تابعي علشان خاطر ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي. هو كان ايه الفرق بين الصحابي والتابعي؟ الصحابي كل من شاف النبي وبايعه شهد ان لا اله الا الله. حتى لو مش لازم صاحبه يبقى كان معاه. سابه ومشي شهد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص شهد. فكانت الوفود بتيجي من كل حته عشان تشهد ان لا اله الا الله امام النبي. في الوقت ده كانت والدته تعبانه ولو مشي كان هتموت. هو في خدمتها مفيش حد تاني. ففضل ان هو يخدم امه على انه يروح يشوف الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا نزل سيدنا جبريل من فوق 7 سماوات اخبر النبي اخبر بيه. قال له يقول لسيدنا عمر والصحابه وسيدنا ابو بكر ان خير التابعين رجل اسمه اويس وصفه كذا كذا من مدينه كذا وفي ظهره علامه باقي من مرض كذا اذا رايتموه فمروه ان يستغفر الله له. تخيل ان اويس ده هو اللي يستغفر سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر. سبحان الله. سيدنا عمر بدأ يدور عليه في الوفود. سيدنا ابو بكر قعد يدور ما جاش. بعد كده جه سيدنا عمر مسك الخلافه لحد ما ايه جه الوفد دوت فسالوهم فيكم اويس. فاستغربوا ده واقف مع الحاجه بتاعتنا بره يعني هو حتى بالنسبه لهم هو مش صاحب. فهاتوه جه انت من كذا كذا انت ليك ام كذا كذا. قال فاستغفر الله. استغرب ومثلي يستغفر لمثلك يا امير المؤمنين. اخباره طبعا بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم. خير التابعين ببره بايه؟ بامه. سيدنا موسى طلب من الله عز وجل يعرف جليسه في الجنه هيبقى ايه. قال له روح المكان الفلاني هتلاقيه. طبعا هو سيدنا موسى اكيد يعني تخيل هيبقى نبي بقى او حاجه بقى فلقى واحد يعني يعمل كده عمل بسيط وبتاع فايه بدا قال له ايه؟ راح له قال له خليني اقيم عندك يوم في البيت يشوفه بيعمل ايه الحاجه اللي خليته يبقى جليس نبي. ومش برضه ده سيدنا موسى ده كليم الله يعني طبعا. المهم لقاه دخل البيت طلب انه يستضيفه يوم فدخل لقاه بينزل زي حبل من فوق كده نزل فيه زي قفه بالبلدي كده فيها امراه عجوز ياكلها ويغير لها ويعمل لها قال له ايه مين دي بتعمل ايه؟ قال له دي امي وانا بعمل كذا 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 كذا.
فهو لاحظ ان هو بيعمل كده. ست عجوزه قوي بقى بتقول كلام هو ما فهموش. تمتمه. فقال له كان تمتمه. بتقول ايه؟ قال له ان هي بتدعي لي ان اكون جليس موسى في اليوم. هو ما كانش يعرف. هو ما كانش يعرف ان ده موسى اصلا. سبحان سيدنا موسى ما قالوش. مقام كبير قوي وطاعه كبيره قوي. دعوه الاب والام ليس بينها وبين الله حجاب. ودي رساله انا اسف لكل ام وكل اب. ما تستعجلوش بالدعاء على عيالكم. بالظبط كده. والله ولو بالمزاح. وانا شفت ده بعيني. مش بقول لك بقى حاجات غريبه. ان ام تدعي على ابنها بالمزاح يروح ما يرجع راح ما رجعش مات. وان ابنها كان مجننها وتعبها. ده انا شفت ده بعيني يعني من اولياء الامور. الولد جاي لي رابط بقه وقافل ايه يا ابني في ايه؟ قال لي ماما كان درسها وجعها وانا عماله اتشقى. قالت لي انت مش حاسس بيا؟ روح يا ابني اله اللي فيا يجي فيك. خدوه تاني يوم على الدكتور. خدوه تاني يوم على الدكتور. ما تستعجليش بالدعاء طبعا على واحده حاجه كبيره جدا. ابنها كان بيصلي في المحراب وبيتعبد وجات مره ندهت عليه ما ردش. تاني مره ندهت عليه ما ردش. تالت مره دعت ربنا عليه انه يرى يعني العاهرات يعني. ومرت الايام ووقع وكان هيفتن. فهذا الشيء من دعوته. ما تستعجلوش بالدعاء على عيالكم او ما تدعوش اصلا ولو بالمزاح. ليه؟ انت اللي هتشيل الطين برضه في الاخر. تقبل الدعوات بتاعت انت الام والاب وبعدين يعني هيشيلوا وزرها طول الحياه. احنا في الحلقه بنكلم الابناء بس برضه نوجه حاجه علشان نحشرها بس في النص كده علشان ايه؟ نبقى خلصنا ذمتنا. لان لو حد حصل معاه الموقف ده وهيفضل طول حياته بذنب ابنه اللي لا قدر الله دعا عليه انه يموت. دعا عليه يعني يا رب عربيه تشيلك والله وبتشيله. يا رب يا اخي تموت محروق ويموت محروق. ده امثله كتير وواقعيه ومن الواقع. بقول لك بقى من السلف وبتاع ده حكيت احنا كل واحد بيتفرج علينا هنا عنده قصه من اللي احنا بنتكلم فيه ده. الدعاء عامه ما يبقاش تعيش على الناس على الفاضي والمليان. لان اصلا في ملك هيقول لك ولك مثل. بس يعني ايه علشان نتجنب النقطه دي نرجع لموضوعنا. بر الوالدين. برضو القصص بتاع الثلاثه اللي كانوا في الكهف. الثلاثه اللي الصخره قفلت عليهم. منهم واحد قال ايه بقى؟ اللي كان ماسك الاناء لابوه وامه وبعدين وعياله بتصرخ من العطش تحتيهم وما رضاش لا يشربهم ولا شرب زوجته وبعدين هو ما شربش كمان ابوه وامه. ليه ما شربش ابوه وامه؟ لان هو كان قلقان ان هو حتى ايه يصحيهم. فضل واقف جنبهم لحد ما يصحوا عمره. وعمل نفس الموقف دوت الصحابي. بس عايزين اول نعرف ايه كان جزاؤه. قال يا رب ان كان عمل هذا خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتزحزحت الصخره. صخره اتنقلت من مكانها. يعني ده عمل بيوازي. ده عمل كبير جدا. عمل كبير جدا بيوازي الاثنين التانيين برضو يعني. الصالحين. برضو كان عبد الله بن مسعود كانت امه طلبت منه يعني كوبايه ميه او اناء من الماء. جه بعد ما راح يجيب الميه جه لوالدته وطبعا لقاها نامت. ففضل ماسك الاناء تعب قعد وبعد كده راح قايم وهكذا ما بين الوضعين القيام والجلوس وما رضاش يصحيها ولا يروح حته ولا يجي لان مخافه انها تصحى تكون عطشانه فيشربها ومخافه برضو ان هو يصحيها فيقلقها وهكذا. ف يعني حاجه عظيمه يعني. انا حصل معايا موقف من قريب ما اعرفش الكوميدي ده ولا يتقال ولا ما يتقالش بس انا اقوله لك يعني لو ما ينفعش تشيل. كنا بنصيف انا والوالد والوالده ومش عارف ايه وانا عامل باكت نت وبفتح الهوت سبوت لابويا. ماشي. طب ما بر ده ما انا جايلك في الكلام. ما انت ده هو ما طلبوش ماشي. فايه انا فاتح الهوت جه في مره بقى اللي يفتح الهوت سبوت عشان مش عارفه عايز ارفع حاله. ماشي. احنا طبعا بنشكر الشيخ اشرف يعني بنوجه له الشكر. المهم ايه جه بقى في يوم انا برضو هالك الباقه بقى فخلاص الباقه ما فيهاش تقريبا غير 500 ميجا ولا حاجه ولا مين اللي هالك الباقه فيكم؟ انا وهو بس انا اكتر هو ما بيعملش حاجه الراجل يعني. قلت اطفي الهوت سبوت هطفي الراجل الغلبان اللي قاعد بره بيشوف الحلقه على الستوري. قلت يعني ايه والله العظيم ما بقدر. قلتها من باب البر يا عم لو خلصت ايه مش خساره ايه مش خساره في الكلام ده. كان على خط وكان عندي خط تاني مقفول خالص ما فيش. جميل. والله العظيم 5 دقايق لقيت عارف الارقام لما خط الشركه يتصل بيك احنا على طول بنكنسل. اقعد يقول لك عروض وجع دماغي. انا فتحت اول مره افتح عليهم. قالت لي احنا باعتين لحضرتك 2 جيجا نت هديه من غير اي مقابل لو عايز دوس واحد. دوست واحد وخدت نت. عملت اقول له ايدك يا بص ايدك يا بص يا عم الله اكبر عليك. مش عارف تشيلها دي ولا لا دي جميله والله جميل. طبعا انا رحت قلت له قال لي يا سلام على الورق. لا ده طبعا هو اكيد اتكلم معاك برضه بقى اتكلم في ايه قاعد يقول لك البر. شفت لا برك بولد. طيب فلا بجد يعني موضوع البر ده بيعود في الدنيا عليك طبعا قبل الاخر. سيدنا ابراهيم دعا لوالديه ربنا اغفر لي ولوالدي
وللمؤمنين. وسيدنا نوح دعا لوالديه في القرآن رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فده برضو من بره. الأنبياء كلها هتلاقي دايما في مثال لبر الوالدين. وعايز اقول لك على حاجه يعني حتى الجزء اللي احنا قلناه اللي هو ايه الحاجات اللي ليها علاقه بيك، زي مثلا انا عايز اتجوز واحده او عايز اعمل ده، انت مش ملزم ان انت داخل في البيت انك تتجوز ده قرار ليك، قرار ليك يعني انت مش ملزم، بس بالمشوره. بس ورغم ذلك لو تقدر تطيع، يعني مثلا عايز اتجوز واحده وهو مش عايز، انت مش ملزم ان انت تطيع. جميل. بس لو تقدر تطيع كان خيرا لك تجنبا لاي مشاكل ممكن تحصل. ورد عن ايه بقى؟ عن ان ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كان يتزوج واحده ويكرهها ابوه، فامره ان يطلقها. جميل. فابى. حقه ولا مش حقه؟ حقه فابى. خلاص. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ذلك. فقال له يا عبد الله اطع والدك. فطلقها. شفت درجه ايه بقى؟ يعني حاجات من باب ان هو يعني بيقيش وبعدين بيقي برضه شر ان هو ممكن يقع قدام في اختبار او فتنه، ان يتعارض مثلا لو والدته مش موافقه على الجواز ده. احنا يعني اللي انا اقصده ان نشوف ربنا مدي مكانه الاب والام واصله لمكانتنا. عايزين بقى في ناس بتقع برضه في المواقف دي، بيقول لك انا والدتي مش قابله ان انا اتجوز البنت الفلانيه، وهو يكون برضه متبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فاظفر بذات الدين تربت يديه، وتلاقي والدته واقفه له في الموضوع. ما انا ما بقولش انه لازم يطيعها او والده، ما هو مش لازم يطيعها، لكن يعني في بعض الائمه يقول لك ان الاحوط في الدين والاورع ليك ان انت لو تقدر تتقي الشر ده. ليه؟ لان فيما بعد انت اصل دي هتخش لك البيت، والدتك وهتعمل مشاكل، ممكن يحصل مشكله مع الزوجه، ممكن فيما بعد تحط انت في فتنه في كفتين ما بينك وبين زوجتك. سؤال هنا بقى، هل الام لو افترت عليه وعلى البنت لا تحاسب؟ لا هو بص، ما هو برضه ده سؤال. لا بس تحاسب طبعا، تحاسب. بس انا يعني ده ما يديش مساحه للاهالي انه يقول له ابنه دلوقتي شايف مش عارف. لا اجي اتكلم معاها اقول لها يا امي انت ظلمتيني في النقطه الفلانيه، انا سبت الموضوع وشلت الموضوع من دماغي، ادي ده ايه؟ ابتغاء وجه الله ثم رضاكي. اقول لها ان انت ظلمتيني في النقطه الفلانيه، وان انت ظلمت البنت دي لان ما فيش حاجه. اصل هي مش هتقول لك فيها عيب الا لو هي مثلا شايفه ان حاجه واضحه وظاهره، حاجه واضحه. لكن لو ما فيش عيب وهي تحكمت في الامر او تحكم الوالد في الامر، فزي ما انت قلت كده. عايزين بقى ندي للناس مواقف، لان ممكن الكلام اللي احنا قلناه الشباب عارفاه او مش عارفاه بس ما يفرقش معاهم. عايزين نقول لهم بقى ان بر الوالدين فيه حاجه عظيمه جدا، وحقوق الوالدين انه بيرد في الدنيا قبل الاخره. من الامور المعجله، من الامور المعجله عقوق الوالدين. عقوق الوالدين وبر الوالدين كمان يترد. بر الوالدين والعقوق، بس العقوق بيترد لك في الدنيا قبل سيء قوي. سيء قوي انك تعمل عمل ويترد لك. من ضمن المواقف اللي حكيت ماشي ان واحد كان عنده ابوه خلاص، وابوه يعني بلغ من الكبر عتي، فكان بيركل له ايه، طبعا الزوجه قعدت تقول له بقى وراجل عجوز وتعبنا الكلام ده، فبقى بيركل له اكله على جنب لوحده، حط له طبق بلاستيك كده ومش عارف ايه وحصيره كده تعبانه وبتاع ويرمي. اعوذ بالله، ولا الحيوان. خلاص. فجه في وقت من الاوقات بعد ما ابوه توفى وكده، لقى ابنه بيلم الاطباق دي، ابنه 10 سنين ولا تعمل ايه؟ قال له يا بابا عشان احط لك فيها لما تكبر. شوف يا اخي فطره. واحد تاني القصه ده قصه دي حقيقيه، مش من وحي الخيال. قرف من ابوه والعياذ بالله، وخلاص وصل لمرحله انا خلاص، وطبعا برضو الزوجه والذن على الودان اعزك الله يعني طبعا. فخد ابوه قرر ان يقتله، خد ركب وقال له بابا احنا رايحين مشوار وبتاع، وركب معاه العربيه وطلع في الصحراء. الاب بدا يقلق، يا ابني رايح فين؟ يا ابني واخدني فين؟ انا اعرف بس ما نوصل. جه في مكان معين وقال له خلاص انت تعبتني وحمل وبتاع وانا هخلص منك، يهديك يرضيك يهديك يرضيك مفيش. فابوه قال له ايه بقى؟ قال له لو قررت ان انت تخلص مني، اخلص مني عند الصخره اللي هناك دي. مكان موضع ده. قال له لان ده الموضع اللي انا خلصت فيه من ابويا. اعوذ. قصه تاني، كل دي قصص حقيقيه وورد. أيوة. واحد تعصب على ابوه وراح ضربه بالقلم. ابوه طلب منه يديله القلم التاني. ليه؟ قال له لان انا ضربت ابويا قلمين مش قلم واحد. يا نهار ابيض، تخليص بقى. فعقوق الوالدين بيرد في الدنيا. يعني لو انت مش شايف حته الدين خاف على نفسك، فكر. وطبعا ده غلط ان انت ما تفكرش في حته الدين بس اللي انا اقصده ايه، ان في اسوأ الاحوال فكر ان اللي هتعمله هيتعمل معاك بالظبط. وفي الدنيا عادي يتعمل معاك بقى في الدنيا من عيالك حلو، اعمل حلو طبعا. عادي يتعمل معاك من عيالك وحش، اعمل ايه؟ اعمل وحش. شوف انت عايزهم يعملوا معاك ايه واعمله،
ومش لازم عقوق الوالدين يكون حدث. يعني هو ده انت ده كويس ان النقطه دي ان مش لازم يكون موقف وحدث زي ما انت قلت، ممكن يكون باخف الحاجات. يعني ربنا سبحانه وتعالى نهى ولا تقل لهما اف، يعني اقل حاجه. شوف احنا ما بنقولش اف، احنا بنلوش على طول. اعوذ بالله. واحد يقول لك انا عمري ما قلت لهم اف. انا ما قلتش اف، انا عملت الاكبر اكبر من كده. لو يعني خدت بالك في الايه لفظ ولا تنهرهما، لا وقال لك ايه بلغ عندك ايه الكبر. قال لك عندك دي معناها ايه يا محمود؟ إيه؟ يعني ان انت ملزم، غير بقى اللي بيحصل في بيوتنا دلوقتي. ان الاب والام ربنا يديهم صحه وطول العمر لو بلغوا الكبر في حياتك ان هم يجوا يعيشوا عندك. اما يبلغن عندك الكبر. ده من الطاعه والبر. يجي يقول لك لا ده انا بزور بابا يومين في لا حبيبي، انت المفروض تاخد بابا عندك البيت، ومطلوب ان انت تنفق عليه. نعم. انت ومالك لابيك تاخده ويعيش معاك في البيت. ده انت مجبر على ده، مش ده مفروض عليه. كل شهر بسيب له مش عارف مين مع الواحده اللي ربنا قال لك واما يبلغن الكبر، قال لك يبلغن عندك. ايوه سبحان الله. فلا الاب والام مكانه عظيمه جدا، احنا مش حاسين بقيمتها. ودايما كان والدي يقول لي ايه، انا يعني مش يعني ايه ما كنتش وحش معاه، بس هو دايما ابويا لازم يأتت فيا. بارك الله فيك. لا بجد انا كان دايما يقول لي ايه، مش هتعرف قيمتي الا لما ربنا يديك عين. اقول له طب سؤال انا قصرت معاك؟ هيقول لي مش لازم تقصر، بس انت ممكن تعمل الحاجه دلوقتي وانت متقفف وانت متضايق. انا بكلمك بمنتهى الصراحه. ايوه يقول لي انت ممكن تعمل حاجه دلوقتي وانت متقفف، امتى بقى هتعملها بحب؟ لما يجي لك عيل بقى وتحس انا كنت بحس ناحيتك بايه. قيمه ابوك. انا كنت بحس تعرف انا كنت شايل عنك ايه. برضه اقول لك على حاجه، لا كانوا زمان يضربونا ويسلخونا. لا وانا الواحد يقول لك انت مش هتعرف قيمه اللي انا بعمله دوت الا لما يجي لك ابن تعمل نفس اللي انا بعمله ده فيه. بمعنى ايه؟ ان انت خايف عليه. هو ده من دافع. وبرضه من ضمن عيوب الشباب في سن الشباب، احنا كنا شباب برضه، ما احنا كنا شباب، ان انت تقعد تفكر ايه يا عم هو عمل ايه يعني، او يا عم هو سوى ايه صرف يعني، وتبقى انت مثلا انت وهو نايم جوه، يا عم ده نايم مشكله جايب اكل الشقه مثلا. ايوه كل ده غلط والله. الواحد لما بقى اب فعلا اتضح ان ممكن تبقى انت فعلا نايم بس انت مش نايم، انت قلقان وشايل هم وبتفكر في بكره والولد ده هتعمل ايه وهتعمل له ايه، بس ما حدش شايف الصراع ده اللي في عقلك الا الله عز وجل، انت وبينك وبين نفسك. ايوه. فانت ما توصلش لمرحله ان انت تقول يا ريتني كنت عملت مع ابويا وامي ربنا يديهم الصحه وطولة العمر. جميل. ما تضيعش. بعد كده واحد راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له انا عايز اجاهد في سبيل الله، قال الك قال بلى، قال اذهب وبره. يبقى من ضمن الثواب واجر الوالدين اللي انت بتقوله دوت، اللي ممكن يكون اجر اجر حاج او معتمر او مجاهد. ده الجهاد يعني في سبيل الله. الجهاد انا عايز اروح اجاهد في سبيل الله وابي لا يوافق. يجوز اجاهد ولا لا يجوز. يعني بر الوالدين اعلى عند الله من الجهاد. الامام الذهبي برضه ارجع واقول لك هو هيحاسب، ما طبعا، لكن انا ليا طاعه. بالظبط كده، دي بتاعتك انت. كل واحد ليه اختبار وكل واحد ليه، يعني ما يروحش يقول لي ما تجاهدش كده وخلاص عشان يقفل عليا. ما انا بقول لك الامام الذهبي كان خارج يطلب علم بره المدينه، فطبعا والدته ما قالت له لا مش هتطلب علم بره، وما طلبش. وكذلك في الامام برضو كندار، طبعا كذلك نفس الامر. طلبت والدته منه انه ما يخرجش، ما خرجش بطلب اللي طلب العلم. حيوى ابن شريح، ده احد ائمه المسلمين، كان قاعد في مجلس علم بقى وليه طلاب وبتاع، يعني حد زي كده ان شاء الله ايه ليه طلبه ليه استاذ بقى، ده استاذ وليه طلبه بتاعته، قاعد في وسط مجلس. انت تخيل انت مثلا ايه، والدتك جات لك الفصل وقالت لك روح هات لي عيش وانا واقف بشرح. انت متخيل؟ هو والدته في مجلس العلم وقالت له يا حيوان اطعم الدجاج، او اللي هو يعني ايه، اكل الفراخ في العلم واكل الفراخ واكل الفراخ. قام في وسط مجلس العلم بدون اي بلاش يا امي انت بتصغريني قدام الناس، ولا وشه كرمش ولا حمار ولا قال لهم بس ولا نفر. فحاجه يعني حاجه صعبه، اختبار ليه كبير هو نجح فيه. ففي نقطه برضو مهمه عايز اقولها، لو حد مثلا لم يدرك اباه وامه او توفاهم الله، تمام، برضو هل خلاص كده انا الموضوع اتقفل قدامي؟ لا، لسه في فرصه. ايه هي الفرصه بقى؟ طبعا احنا عارفين الصدقات والعمل الصالح ده لسه هنخش فيه. تمام. بس واحد راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ده عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ماشي، وده اخرجه الالباني يعني. راح له وقال له ان انا اصبت ذنبا عظيما، تمام، ويعني اتوب، اعمل ايه؟ قال الك تمام. قال لا. يبقى ما عندوش قال الك خاله؟ قال نعم. قال فبره. تمام. يبقى خالتك مش احنا في مثلا بقول لك الخال والد، لا، هي الخاله والد. خالتك خالتك تعدل مكان امك في حاله غياب الام.
حلو جميل. فانت لو عايز تبر امك وربنا يرضى عليك وامك متوفيه، بر خالتك. ابو هريره كان بيفضل بر والدته عن حج التطوع. هو حج طبعا الحج الفريضه ده اساسي، كان بيفضلها ويفضل خدمتها عن حج التطوع. وكانت يعني كانت هي عمياء، وكان بيحملها لبيت الخلاء وبيرجع وهكذا. فمن ضمن البر، وده ابو هريره. لا احنا دلوقتي لو جبت لبابا كوبايه ميه البخاري انت البخاري. والله بجد احنا المشكله ان احنا في الزمن ده بنستكبر الصغائر من الطاعات ونستصغر الكبائر من المعاصي. لا انت عندك امثله كتير قوي والله. انت عندك امثله كبيره قوي من الصحابه والتابعين. يعني عندك السيدة عائشة كانت بتشهد لعثمان بن عفان وحارثة رضي الله ان هم كانوا من ابر الناس بامهم. كان عثمان بن عفان كان بيقول لك انا يعني كان من ساعة ما دخل الاسلام كان يستحي انه يتأمل في وجه امه اللي هو ما بيرفعش عينه فيه. وحارثة كان بيطعم امه ويعني قائم على خدمتها. فدي امثلة كبيرة من الصحابة برضو. يعني لازم نقتدي بيها كلها طبعا. يعني نقتدي بقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن اللي قال لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، زي ما احنا كملنا. طيب برضو في نقطة مهمة، هل بر الوالدين بس وهم على حياتهم؟ يعني واحد ابوه بيسمعنا دلوقتي ووالده ووالدته توفوا او حد منهم توفى، يبقى يعمل بقى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته ان الابن طالما هو بيدعي لوالده يفضل يدعي له، واللي هو ولد صالح يدعو له. فانت طول ما انت بتدعي لوالدك فهو بيمد بالحسنات. الدعاء يدعو له ويتصدق عنه بالظبط. بس في حاجتين ما ينفعش يعملهم بدل من الصلاة لا تجزي الا صاحبها وقراءة القرآن. في بدعة منتشرة، تعالى نقرا له جزء، اقرا له الفاتحة او نقعد نعمل قعدة كل واحد يقرا جزئين، كل ده بدعة. بختم القرآن القرآن لا يفيد الا صاحبه. ايوه خلاص. ونفس الكلام الصلاة، انا ما ينفعش اصلي له صلاته اللي هو ما صلاش، والقرآن هو كان قرأ هو على الحاجة، لكن استغفر له، احج عنه لو هو ما حجش. من ضمن برضو الحاجات اللي حابب اقولها يعني، واكون انا كده ايه بلغت رسالتي. كانت الحاجات اللي اتحكت قدامي مره وانا صغير، يعني ان واحد حلم بناس زي ما يكونوا في مكان كده وفي بسمله، بسم الله بسم الله وذكر، وهم بيجروا عشان ينهلوا منه. طبعا ناس ميتين يعني. واحد قاعد ساند ظهره عند شجره ما بيعملش حاجه، فساله انت ما بتجريش معاهم ليه؟ قال له انا مش محتاج الكلام ده، انا ابني بيدعي لي. ما هي دعاء. خلاص. ده اللي هو بقى الولد الصالح. بعد يقول لك فتره طويله جدا رجع حلم بنفس الشخص ده تاني بيجري معاه. تخيل ليه بقى؟ عشان قطع العمل ده بقى. لا ولده مات بقى. خلاص ولده مات، فهو بقى في حاجه لده. او لو ممكن ابنه خلاص بقى بطل يدعي، دي حاجه تانية. فالميت محتاج العمل ومحتاج الطاعه محتاج. وبعدين ذكر ان الدعاء ده ان هو الصلاه كمان، يعني من صلاه الجنازه دي من ضمن بر لان انت في ناس ما بتصليش يعني. لا والله واحد ما بيصليش على ابو جنازه، شكرا بقى. ده في فمن ضمن الدعاء ده صلاه الجنازه والدعاء لوالديه. تمام. في امراه جت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسالته يعني احج لوالدتي؟ لا احج له، ادعي له، استغفر له، وهكذا بقى. لكن لا صلي له القرآن ولا قرأ له القرآن عشان بدعة نقرأ له الفاتحة. هو سيدنا محمد لما جاله سيدنا جبريل وقال له ان ربنا بيأمره ان هو يخرج ويروح لأهل البقيع، لما خرج، لما السيدة عائشة خرجت وراه وراح لمنطقة البقيع، ان ربنا امره بايه؟ بالدعاء والاستغفار له. ما قال لهمش يقرأ لهم الفاتحة. لا ما ذكرش عن الرسول او الصحابة ان هم كانوا بيقروا الفاتحة على الميت، ما فيش حاجة، عشان انت كده بتدعم وجودك على الفاضي. لها الدعاء اللي تبلغ بيه كمان. ففي النهاية يعني احنا كلنا مقصرين مع اهالينا بصراحة. ولكن زي ما اتفقنا احنا بنذكر الناس وبنذكر نفسنا قبل الناس طبعا. والموضوع ده عائد علينا بالنفع احنا كمان والله، لان احنا بنحضر. انت بتقول حاجه انا اول مره اسمعها بالظبط، وانا اقول حاجه انت كمان اول مره يعني امل ذلك يعني ان شاء الله. انت راجل علامه، الله يجزيك خير. فاحنا كمان بننتفع بعد كده، بيعود علينا ان خلاص بقى انا لسه قايل كده ما ينفعش عشان اروح اعمله ده، لا فبيخليك انت كمان بتخليك خايف من اللي انت بتقول عشان ايه؟ عشان هيبقى حجه عليك. بالظبط كده. اللي هو ما نبقاش نؤمر بالناس بالبر واحنا ننسى انفسنا. او اللي هو بالظبط كده. ربنا يعني يهدينا ويهدي الناس كلها. بالظبط. موضوع مهم جدا، موضوع بر الوالدين ده موضوع شائك جدا جدا جدا، والناس بتستهتر بيه للاسف. بالظبط. فنأمل من الله. ما اكثر دلوقتي اللي يبدأ يعلي صوته ويزعق لوالده ويزعق لوالدته، والناس بتوصل للضرب.
لا اله الا الله. مواضيع يعني بنسمعها خطيره. نأمل من الله ان يرزقنا البر يا رب واياكم. واياكم. بس كده اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.